تعالوا نشوف الفيديو ده كده مع بعض. 5 دول. تعالَ هنا بقى، إيران 500,000 سوري، 500,000 سوري، 70,000 عراق، 30,000 لبنان، 25,000 يمني. طيب وإسرائيل شغّلت 60,000 فلسطيني. ده هنا إحنا طبعًا الأحوال دي مش مكتوبة هنا، لإن الصورة دي لقيتها على النت، وأنا كما قُلت لك لسه أحضّر للحلقة قبل أن آتي يعني. تشريد شرّدت هنا. طيب يعلم الله إني باحب الدكتور رامي عيسى زي ما باحب الدكتور وليد إسماعيل وعبد الله الشريف، لكن يا دكتور رامي هنا فاتك التحضير للحلقة، بعيدًا عن إن الشيعة كفار أو لأ، أو بعيدًا عن تكفيرهم كلهم كجملة أو كبعض الأشخاص، كل دي حاجات إحنا اتكلمنا كتير فيها والناس عارفاها، ولكن لما تيجي تجيب إحصائية زي ديّة فلازم نراجعها كويس، لإن في ضعاف العقول والإيمان ممكن ما يفرقوش بين الاتنين، إسرائيل ما قتلتش بس 60,000 فلسطيني، الكيان الصهيوني في الحرب بتاعة دلوقتي بس قتل حوالي 56 أو 57 ألف، ده غير أكتر من 200,000 مصاب، فالإحصائية مليون في المية غلط. كان المحتل موجود في أرضنا من سنة 48، يعني بقاله حوالي 75 سنة. هل الكيان الصهيوني الغاشم المجرم في ال 75 سنة قتل 4000 فلسطيني بس؟ مش معقول. الإحصائية مليون في المية غلط. وبما إنك جبت باقي الدول اللي أذتها إيران فلازم نجيب باقي الدول اللي قتل منها الكيان الصهيوني. مصر لوحدها خسرت حوالي 100,000 شهيد على إيد الاحتلال الصهيوني، ده غير سوريا اللي خسرت حوالي 50,000 شهيد، ده غير لبنان بعشرات الآلاف من الشهداء، غير العراق وغير اليمن وغير كل الدول اللي تدخلوا فيها، غير العلماء اللي اتقتلوا اللي الواحد منهم ب100. فلما بنيجي نستعرض الجرايم بتاعة الاتنين لازم نوازن ولازم نفرق ونقول إن الاتنين مجرمين بغض النظر عن أهداف ده أو أهداف ده، ولكن خلينا واضحين وخلينا نقول إن العدو الأول للإسلام فهي الصهيونية مش الشيعة، لأن في الأول وفي الآخر ده مذهب وممكن يتغير، وفي منهم بإجماع الأئمة مش كفار. طبعا أنا مش بتكلم عن اللي بيسبوا أمهات المؤمنين والصحابة، ده موضوع تاني، ولكن يا ريت نكون واضحين في الرؤى، لأن ضعاف العقول والإيمان ممكن يتأذوا بسبب كلام زي ده. وبنبه وبنوه المرة التانية على احترامي وحبي لدكتور رامي عيسى ودكتور وليد إسماعيل، والناس دي أصحاب علم أضعاف اللي أنا عارفه، والدين والفتوى مش موضوعي ومش تخصصي، لكن لما يجي حاجة في التاريخ فلازم نطلع ونرد عليه وبس كده.